مباراة البرتغال ولوكسمبورغ القادمة في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، وذلك بعد انتهاء مباراة البرتغال وليختنشتاين في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 بفوز البرتغال بنتيجة 4 أهداف دون رد. أحرز أهداف البرتغال الهدف الأول جواو كانسيلو في الدقيقة 8، الهدف الثاني برناندو سيلفا في الدقيقة 47، الهدف الثالث والرابع كريستيانو رونالدو في الدقيقة 51 من ضربة جزاء والدقيقة 63. يدخل منتخب البرتغال مباراته القادمة في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 أمام لوكسمبورغ، وهو في المركز الأول برصيد 3 نقاط من مباراة، بينما يدخل لوكسمبورغ المباراة وهو في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة من مباراة. المباراة تقام على استاد لوكسمبورغ، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 9:45 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، 10:45 مساء بتوقيت السعودية والعراق وقطر واليمن والبحرين والكويت والأردن وسوريا، 11:45 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، وذلك الحد الموافق 26/3/2023 26 مارس 2023. ويتم نقل المباراة على قناة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وفي نهاية الفيديو منتظر توقعاتكم عن نتيجة المباراة.